لو عمرك ما جربت الفراخ الاسباني دي يبقى مستني ايه؟ شوية بابريكا هتغير تعريفة الشوي عندك. لو شايف انك بتطبخ كويس جرب الطريقة دي وتعالى اقولك بتتعمل ازاي. اول خطوة افتح في الفراخ فتحات شيكو ستايل. احنا عايزين التتبيلة تدخل لحد العظم. معلقتين بابريكا مدخنة، معلقتين صغيرة توم باودر وبصل باودر، كمون وفلفل اسود، رشة كركم، معلقتين زبادي كبار ومعلقتين كبار زيت، عصرة نص ليمونة، معلقة صغيرة عسل. سر اللمعة واللون، قلب لحد ما اللون يبقى احمر ناري وضيف معلقتين ملح حسب الرغبة. وده هيبقى شكل الخلطة، تقيلة وتتاكل لوحدها. خلطة اسباني بالطابع المصري. ننزل ب8 قطع فراخ نغلفهم كويس من كل زاوية وسيبها ترتاح نص ساعة. حرام نرميها تتصدم وهي جعانة تتبيلة. على ورقة زبدة هنرص رص الطماطم وبطاطس وبصل، دول اللي بيدوخوا الفراخ ريحة. فرن على 200 درجة 40 دقيقة. قبل ما تطلعها فرشة زيت على بابريكا. اللمعة دي رزق وجمال. جربها وارجع قولي عمري ما عملت الفراخ بالشكل ده. احفظ الفيديو واكتب لي هتجربها امتى.